سنعتقلكم، وتقول جنودهم سنواصل البحر غادي بغادي حتى نصل إلى الملك سلمان، ولست أدري يوما ما أن اتجاه المملكة صار جنوبا. فكان رجالكم وأبطالكم المقاومة، وكان الجيش الوطني، وكان التحالف العربي، وكانت عودة الربانية. وإلا أنا أسألكم بالله، لو تسيطرت هؤلاء الشلة المجرمة كنتم اليوم ستذاكرون لأبنائكم في المناهج، ستدرسونهم في المناهج، ستقرؤون لهم من أجل أن يحصلوا على المجموع أن عمر ملعون وأبو بكر كاذب وعائشة والعياذ بالله زانية، وأن مصحفكم مشكوك به والبخاري ومسلم لا يراد له الخير. اعلموا لو لم يكن هنالك تحالف بعد فضل الله وعاصفة حزم أن سيء صعد اليوم يطلب منا أن نقبل قدمه. وأنا أقسم بالله أني أرفض أن يقبل عبد الملك الحوثي حذائي على أن تمتد فمي إلى يده، فإن حذائي أطهر من وجهه ومن لسانه. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم ندافع عن أرضنا وندافع عن كرامتنا. نحن في مريس اليوم نحمل همة عالية وأمة ربانية وقبائل ذات نخوة وكرامة عربية. نحن أمة الخير والكرامة، فلا ينبغي أن نعطل ما بيننا وبين الله من صلة ربانية وتقوى. احمد الله اليوم ما من قناة وإذاعة ولا موقع أخباري إلا وذكر الميم ويلحقه الراء والياء ويتلوه السين، فنصفكم ياسين وأولكم مر على أعدائكم أنتم، وياسين بين إخوانكم. لكم التحية بفضل الله كان وجودكم وكان بقاؤكم وكان نقاؤكم، فاشكروا نعمة ربكم على ما أعطاكم وحباكم وهباكم، فإن الله تعالى بنصرة الحق قد ابتلاكم. فاثبتوا واعلموا أن ألسنة النفاق تحتاج إلى مقص رباني، إما أن يعدلها وإما أن يقتلعها، إما أن يحسن ملافظها وإما أن يأخذها من ملعومها، لأن أمة الحق تحتاج إلى رحمة بحزم وعدالة لتبقى أمتنا صاحية سليمة. فنحن نعيش معركة ربانية قائدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول الله قدوتنا قائدا في المجموعة وقائدا في الدولة، قدوتنا في السياسة، قدوتنا في الاقتصاد. وأنا ربما إن أحيانا الله يوما ما سأضع خطبة تحت عنوان متى ضعنا يوم أن صدقنا من قالوا لنا أنه لا سياسة في الدين. أن نلغي قول الله جعل إن الحكم إلا لله، لا سياسة في الدين. أن نلغي قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا سياسة في الدين. أفحكم الجاهلية يبغون، لا سياسة في الدين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من قال لكم لا سياسة في الدين؟ من قال لكم هذا الكلام؟ من أقنعكم؟ من علمكم؟ نحن حكامها، نحن سادتها، نحن أبطالها، نحن رجالها. أبو بكر منا وعمر منا وعثمان منا وعلي منا، فأنا تأتي المذلة والإهانة لنا فنترك حكما ونترك دينا ونترك دعوة ليتحكم بنا الباطل فيعتقل علماءنا ويعلي فساقنا، فتكون في الشاشات مغنياتنا لا دعاتنا. من ذا الذي أقنعنا؟ أما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقبل أن أختم، كنت وذلك فضل الله في جامع الرعيني نجمع كل جمعة للفقراء والمساكين، وأنا بالذات أختص بالجمع لرجال المقاومة. ما إن